مصر! زعيم مصر! زعيم مصر! الله عليك يا زعيم، الله عليك يا زعيم الجبل. احنا نفذنا اوامرك، ودول الناس اللي احنا عصرناهم واخدنا كل اللي معاهم. امال التلاتة اللي هناك دول شكلهم مختلف ليه؟ انتم مين؟ وايه اللبس اللي لابسينه ده؟ احنا مسيحيين ولابسين اللبس ده علشان احنا رهبان. مسيحيين؟ يعني ايه مسيحيين؟ مسيحيين يعني بنعبد ربنا يسوع المسيح الإله الحقيقي. يسوع المسيح الإله الحقيقي؟ امال الشمس دي تبقى ايه؟ اللي انا والناس اللي كنت بشتغل عندهم بنعبدها. الشمس دي مخلوق، يسوع هو اللي خلقها. ايه يا شمس، مش انت الإله الحقيقي؟ بس لو كنت الإله الحقيقي ازاي تكون موجودة بالنهار وتغيب بالليل؟ ولو القمر بيبقى موجود بالليل بس بالنهار لأ؟ ولو النار هي الإله الحقيقي دي أقدر أطفيها بشوية مية، يبقى مين الإله الحقيقي؟ أيها الإله الحقيقي اللي أنا معرفوش، عرفني أنت مين؟ لو عايز تعرف الإله الحقيقي روح لرهبان برية شهيد، وهناك هيعرفوك الإله الحقيقي. وفعلا راح موسى لبرية شهيد. ما تخافش، أنا سبت كل حاجة وجيت هنا علشان أعرف مين هو الإله الحقيقي. انت مين؟ أنا موسى، وبيقولولي موسى الأسود. طيب تعالى معايا نروح للأنبا مكاريوس الكبير. أغابي يا أبي. أغابي يا أنبا إسيزيروس، شايف إن معاك ضيف. ده موسى يا أبي، وجاي عايز يعرف منك مين هو الإله الحقيقي. بس كده؟ تعالى يا موسى وأنا هحكي لك عن ربنا يسوع الإله الحقيقي. بس أنا خاطي وعملت شر كتير، تفتكر يا أبونا ربنا هيقبلني؟ طبعا هيقبلك طالما هتتوب وتعترف بخطاياك. ده ربنا وعد وقال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، موجودة في رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح
ابن والروح القدس إله واحد آمين. لمسة الحب الإلهي غيرت إيه فيك يا خاطي، حولت الضلمة نور، طهرت كل الشرور، غيرت إيه فيك يا خاطي. وبعد ما موسى اتعمد اترسم راهب وحياته كلها اتغيرت. مش بس كده، ده كمان موسى استخدم قوته في خدمة غيره بدل ما كان بيستخدمها في الشر. بدأ الأنبا موسى يساعد الرهبان اللي حواليه، كان بيملى المية لرهبان الدير الشيوخ. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح أعني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح قوني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح توبني أنا الخاطي. يلا بينا، بس امشي بالراحة عشان ما يصحاش. بس على الله تيجي بفايدة المرة دي. وقف عندك انت وهو. موسى خالص، خليك حاله يا موسى. وقف عندك انت وهو، خليك لطيف عشان احبك يا موسى. خليك لطيف بلاش انت تعمل. خليك لطيف يا موسى. مش عايز اسمع ولا كلمة. خليك لطيف يا موسى. اطلع قدامي. ده كلام مش هحبك يا موسى. مين دول يا أنبا موسى؟ دول حرامية كانوا جايين يسرقوني، وانا جايبهم هنا علشان تتصرفوا معاهم. خدهم يا أنبا موسى وتصرف انت معاهم. اكيد جعانين. انت بتعمل معانا كده ليه؟ انا سامحتكم زي ما ربنا سامحني. انا كنت خاطي وبعمل شرور كتير، ولما تبت ربنا سامحني. واحنا كمان عايزين نتوب زيك. وعاش الأنبا موسى حياة فرح مع ربنا لغاية ما أخد إكليل الشهادة، والكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده يوم 24 بقونة، وجسده موجود في دير العذراء البراموس في وادي النطرون.